النهاردة عملنا مع بعض طريقة عمل القلقاس الأخضر بالسلق، وعملنا رز بالشعرية. تعالوا نشوف عملنا الوجبة بتاعتنا دي ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة يوميات أميرة البنا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة وبسيطة خالص للقلقاس. أنا بعمله بالسلق والكزبرة بالصوص الأخضر، يعني ما بعملهوش في طبيخ أحمر بالصوص الأحمر زي ما أي حد بيعمله. تعالي أقولك طريقتي فيه هي إيه. إن شاء الله سهلة وبسيطة خالص. أنا عندي هنا القلقاس بتاعي لسه هقطعه معاكي، وهقطعه معاكي بطريقة سهلة خالص إن شاء الله هتعجبك. وعندي هنا بقى الخضرة بتاعته سلق. انا عندي كمية سلق كبيرة كده علشان بحب الشوربة بتاعة القلقاس عندي تبقى لونها اخضر قوي كده، بتبقى طعمها جميل كمان. وعندي كزبرة خضرة. هقطع بقى السلق والكزبرة هقطفها، ما باخدش العيدان بتاعتها، باخد الورق بس بتاعها. واجي معاكي تاني واحنا بنقطع القلقاس ونشوف هنعمله ازاي. بصوا انا كده عملت واحدة مع نفسي، تعالوا بقى اعمل معاكم التانية كده اهي. توقفيها كده اهي، وبتيجي بتشيلي اللي هي العنق بتاعها كده اهو، سهل خالص مفيش اي حاجه. وبعد كده بقى بتقشريها بسكينه حاميه زي البطاطس بالظبط كده، كانك بتقشري بطاطسايه. السكينه ادام حاميه يبقى سهل خالص معاكي مفيهاش اي حاجه. تمام كده اهي. بعد ما قشرتها كلها كده اهي، تعالي بقى اقول لك طريقه سهله خالص في ان انا اعملها مكعبات صغيره. بصوا يا جماعه، انا بعد ما قشرتها اهو تمام كده، هعمل ايه؟ هوقفها بقى على القاعده بتاعتها اللي انا قطعت منها العنق بتاعها كده اهي. هقطعها بايه؟ هقطعها بالمخرطه. معلش هي ملحوسه مطرح ما عملت القلقاسه الاولانيه. فهاجي اعمل ايه؟ اسهل طريقه خالص احسن من السكينه. هحط المخرطه كده في النص، وهبتدي انزل كده بالراحه لحد ما انزل لحد اخر القلقاس تحت خالص. تمام كده اهي. بصي لو اتزحلقت منك تقدري تحطي مناديل تحت كده تثبتي بيها القلقاس ما يتزحلقش منك. تمام كده اهي. بعد ما قطعتها كده بالنص اهو، انا بس استخدمت مناديل علشان الصينيه عندي كانت بتزحلق القلقاس. هعمل ايه بقى؟ هحطها كده بقى على بطنها كده اهي، وبرده امسك المخرطه وابتدي بقى اقطعها كده صوابع. بصوا سهل خالص مفيهاش اي حاجه خالص. تمام كده. وهقطعها، المخرطه هتخليني اقطعها بالحجم اللي انا عايزاه للمكعبات بتاعه القلقاس. تمام كده اهي. تمام. اخدهم بقى كده واحده واحده. تمام كده. ممكن استغنى عن المناديل بقى خلاص. انا دي مثلا عايزاها اقطعها تاني، هقطعها تاني اهيت. وبعد كده بقى اكمل عليها بالسكينه مكعبات صغيره. تمام كده اهو اهيت. ودي بالسكينه برضو اهي، وهتبقى مكعبات صغيره كده على نفس المنوال اهي. لو دي كبيره شويه اقدر اعملها تاني كمان اهي. سهل القلقاس بالمخرطه جدا، مش بياخد وقت خالص، يعني ما خدش مني 3-4 دقايق تقطيع اهو. تمام كده. انا كده عملت النص الاولاني، دلوقتي هعمل برضو النص التاني معاكي اهو. بس عايزه اوريكي ان المخرطه هتخليكي تتحكمي فيها وتعمليها بمنتهى السهوله. تمام كده اهي. انتي ممكن كمان تكملي تقطيعها مكعبات بالمخرطه، لكن بالسكينه بقى تبقى اسهل لك اهوت اهي. اسهل من كده مفيش. ان شاء الله طريقتي فيه وفي تقطيعه هتعجبك اهوت. هكمل بقى تقطيعه مكعبات بالسكينه وارجع لك تاني. بصي بقى كده تقطعيها مكعبات سهله جدا اهي زي ما قلت لك. انا بس حبيت اوريكي ان بعد كده هتبقى سهله خالص خالص اهوت. وترققيها بقى براحتك، تعملي مكعبات سميكه براحتك، حاجه بقى ترجع لك. بصوا بقى كده يا جماعه انا عملت ايه. انا حطيتها في بلاستيكه كده اهي.
تمام كده. انا عايزه بلاستيكه تكون واسعه وغويطه، علشان عايزه ان الميه تكون مغطيه القلقاس عندي كده، علشان اقل حاجه تتنقع في الميه دي لمده ساعه. تمام كده. فيعني ولو اكتر من ساعه تمام. تمام. انا دلوقتي بقى هحطه في ميه وانقعه لمده ساعه وارجع لك تاني. بصوا يا جماعه السلق عندي كده اهو بقطعه، بس حبيت اعرفك بقطعه ازاي. انا باخد الورقه بس كده اهي، ما باخدش العود نفسه ما باخدوش. تمام كده اهو نفس الحكايه اهو كده، بقطع كده الورقه بس وبرمي العود. وعلى هذا المنوال خلصت كل كميه السلق اللي عندي. بعد ما خلصت السلق تعالي بقى اقولك عملت ازاي الكزبره. برضو اهيت، انا الكزبره برضو بمسكها عود عود كده اهي، باخد برضو الورقه بتاعتها اهيت كده. برضو ما باخدش العود بتاعها لان ده بيمرر في الاكل، فده كمان ما باخدوش. تمام كده اهي، سهله وما فيهاش اي حاجه. هي بتاخد وقت بسيط شويه معاكي، بس معلش بتطلع طعمها تحفه كده اهي. اهي برضو على نفس المنوال لحد ما اخلص كل الكمية من الكزبرة اللي عندي. بصوا بقى كده، انا بعد ما غسلت الخضرة عندي كده السلق والكزبرة الاتنين كده مع بعض، حطاهم بقى في مصفى كده يتصفوا من كل المية اللي فيها لحد ما يتعمل كده. تعالي اقولك انا كده عندي هنا توم مقطعاه مقشراه قصدي. تمام كده. بصي بقى التوم لو لقيت الفص كبير كده ببتدي بقى اعمل ايه، اقطعه كده شرايح علشان هحمره، ففي التحميرة يتحمر معايا كويس. لو الفص صغير خلاص، اما لو الفص كبير بقطعه شرايح كده علشان يتحمر كويس، عشان ما يبقاش ني معايا. انا دلوقتي كده قطعته كله كده، وتعالي نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ازاي السلق القلقاس بتاعنا. اجي بقى كده على زيت سخن على النار، ده زيت على سمنه. انتي تقدري تستكفي بالزيت على السمنه، بس ما تحطيش اكتر من كده. انما انا بحب احط شرايح ليا بالطعم الاكل عندي، يعني انا بنقلك واقع يعني حبي انا للاكل والطريقه اللي انا بعمل بيها. لان في ناس من متابعين القناه قالوا لي ليه كل اكلك بليه. انا بحبها كده بس مش اجبار. مش معنى كده ان انت لو عملتي الاكله من غير الليه هتفشل او هتبوظ، لا بالعكس، حته سمنه بلدي كده على حبه زيت هتكفي بالغرض كله. انما لو انت حابه تعملي زي ما انا بعمل بالليه بتدي نكهه حلوه، مش حابه براحتك. تمام كده. هقلب بقى لحد ما الليه تسلي كل اللي جواها. دلوقتي بقى انزل عندي كده بالثوم. تمام كده اهو، وزي ما اتفقنا تقطعيه شرايح صغيره عشان يتحمر كويس ما يبقاش ني. بعد ما التومه بتاعتي دبلت بس كده وخدت لون بسيط، هبتدي بقى انزل عندي السلق والكزبره، وتكمل بقى التحميره بتاعتها معاهم يكملوها مع بعض. تمام كده. الخضره جت كتير على الطاسه اللي انا شغاله فيها، بس مش مشكله، هي بتهبط يعني مع التقليب والتحمير فيها بتهبط خالص. هفضل بقى اقلب كل الكميه كده لحد ما تهبط خالص وتاخد لون حلو كده معايا. بصوا هبطت ازاي، زي ما قلتلك نزلت خالص كده ولسه كمان. تمام كده. هوصل بيها بقى لدرجه تحمير حلوه ولون حلو، بس خلي بالك عشان ما تتحرقش منك، وارجع لك تاني. بصوا كده يا جماعه اهو الثوم عندي كده احمر اهو، كمان الخضره احمرت كده. هوقفها على الدرجه دي كده علشان انا مش عايزاها اشد عليها في التحمير اكتر من كده، عشان ما تنشفش وتمرر، وكمان تغير لون الطبيخ تخليه غامق ما تخلوش اخضر. فكده الدرجه دي حلوه قوي كده. هطفي بقى كده عليها النار. تمام كده. وهبتدي بقى اسيبها تبرد، واول بقى ما تبرد هرجع لك تاني. بس لحد ما دي تبرد تعالي نشوف ازاي هنغسل مع بعض القلقاس بقى عندي. بصوا يا جماعه عندي القلقاس اهو، زي ما قلت لكم نقعته في ميه كده تكون الميه مغطيه القلقاس كله كده اكتر من ساعه. تمام كده. دلوقتي بقى تعالي هغسله مع بعض كده في ايه، في مصفى كده اهو. تمام كده. هفضل بقى شغاله الميه كده وافضل اغسله كده اهو لحد ما انزل كل الماده اللزجه اللي فيه كده، واحس ان هو يعني ايه
بيزيق كده بالتعبير بتاعنا، ويكون نزل كل المخاط اللي بينزل منه. تمام كده. هكمل بقى غسيله كله وارجع لك تاني. كده عندي شوربه لحمه، شلت بينها اللحمه بعد ما استوت عشان الحله عندي ما تبقاش زحمه. تقدري تعمليها على شوربه فراخ، بس انا بحبها على شوربه اللحمه، بتبقى احلى واطعم كمان. دلوقتي اهي الشوربه بقى بتغلي كده، هبتدي انزل فيها بقى كده عندي القلقاس بتاعي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هضيف عليها مكعب مرق الدجاج. هي شوربه لحمه وطعمها جميل، بس انا بحب اعزز الطعم عندي كده بان احط مرقه كمان زياده. دلوقتي كمان بعد المرقه وكده وقلبتها، هحط عصره ليمون عشان تخلي عندي القلقاس ناصع بياضه، ما يغمقش من لون السلق بتاعها كمان. تمام كده اهو. كمان كده ليمونه كامله زي ما اتفقنا، دي هتخلي القلقاس عندي كده الحبوب بتاعته بيضه ناصعه زي ما هي، لما احط عليها الخضره مش هتغمق ومش هتاخد منه لون. تمام كده. واول بقى ما يقرب على السوا هبتدي احط السلق بعد ما اضربه في الخلاط. بس تعالي نضرب السلق مع بعض في الخلاط الاول. بعد ما حطيت الخضرة عندي كده في الخلاط اهو، حطيت عليهم بس نص كوباية شوربة عشان تمشي الخلاط عندي كده، وهبتدي اضربهم. زي ما انت تفضلي كده مكمله ضرب، بس اهم حاجه تكوني مبرده الخضره كويس قوي علشان الخلاط ما يتأذاش منك. هبتدي بقى بعد ما ضربت السلق عندي اضيفه بقى على الشوربه عندي كده. ان شاء الله لو جربتي بقى طريقتي في القلقاس هتشربي احلى شوربه قلقاس معاكي. دلوقتي اهو، دلوقتي بعد ما ضفت كل كميه السلق هعمل ايه بقى؟ هغطي عليها واسيبها لحد ما الحبيبات بتاعه القلقاس عندي كلها تستوي. بس خدي بالك لما تستوي تخليها سواها متماسك، عشان لو جيتي تسخنيها تاني او تغليها تاني يوم ولا حاجه ما تتهرش منك. تمام كده. لما تستوي بقى ارجع لك تاني. ادي القلقاس بتاعي اهو بعد ما استوى. بصوا بقى الصوص الاخضر بتاعه اخضر خالص ازاي. بصوا بقى الحب بتاعي القلقاس عندي هنا فاتحه ازاي ولونها حلو، غير طعمها يا جماعه تحفه والله العظيم. جربوه ان شاء الله هتدعولي. عملت جنبه هنا رز بالشعريه، بصوا مفلفل وحلو ازاي. كنت عملناه قبل كده مع بعض في القناه، يا ريت ترجعوا لفيديوهات القناه تعرفوا طريقته ازاي يبقى مفلفل وحلو كده ان شاء الله، وهيعجبك جدا. وبقدمه هنا بقى مع مخلل البتنجان ومخلل الليمون، وهعمل عصير ليمون نعناع موهيتو معاه بقى بعد الاكل كده ان شاء الله، وتبقى وجبه متكامله. اتمنى بقى لو طريقتي في القلقاس عجبتك النهارده تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفك في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.